والروح القدس لا واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته الابد الابدين ودهر الدنيا كلها امين. نقول مع داود النبي المزمور 29 في الساعة الثالثة: أعظمك يا رب احتضنتني وأنا مشمت بي أعدائي، يا رب إلهي صرخت إليك فشفيتني. نشكرك يا رب على كل حال، من أجل كل حال في كل حال. الواحد صراحة كان بيسمع عن الناس التعبانة بالكورونا وبالأمراض اللي بتصابهم والآلام اللي بتصيبهم، فالواحد كان بيدعي لهم إن هو ربنا يشفيهم كلهم، لكن كان عندي حاجة في داخلي كده، يعني لو ربنا سمح وناخد حتة صغيرة، لكن ربنا نشكر ربنا كانت إيده حلوة بسرعة أوي من أول يوم. كل حاجة بقت كويسة جدا جدا وبسرعة جدا تمثلت للشفاء. أنا عارف ده كله صلاة الست العذراء ومريمين ومكرولس، لكن بدعواتكم وصلواتكم وصلوات الناس كلها اللي هي اشتركت في إقامة الصلاة من أجلي. فبرضه عايز أقول يعني نشكر ربنا على اللي بيعمله ربنا معانا، لكن برضه بقول يا ناس برضه خلي بالكم من شوية التنبيهات البسيطة بتاعة الاحتراز بالكمامات والبعد وبعض النظافة بالسبيرتو والمية والصابون وكده، والاتكال على ربنا برضه، والمزامير الحلوة تحفظنا. احفظني يا رب إن عليك توكلت، قلت رب أنت رب ليس تحتاج إلى صلاح، وتقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يمينك للزعزع. نجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني. ربنا يبارك فيكم.